السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين واحسن صحة واحسن حال. كل شوية جعانين يا ماما، عايزين ناكل يا ماما، عايزين نطلب سندوتشات من بره يا ماما. طب ليه واحنا ممكن بكمية قليلة نعمل سندوتشات كتير ما شاء الله وتملى البيت والكل ياكل ويبقى حاجة كويسة واقتصادية. عايزين ياكلوا شاورما، نعمل لهم الشاورما في البيت، مفيش اي مشكلة. ده نص كيلو شاورما بفتيك اللي هي من وش الفخدة. قطعته انا تقطيعة الشاورما، انا بحب اقطعها عشان انا بقطعها، بحاول اقطعها كلها نفس السمك يعني. انما اللي بتتجمع من بره متقطعه جاهزه بتبقى مختلفه، يعني بتاخد وقت مختلف في السوا. حطيت ايه؟ حطيت بصلايه انا بشراها، ملح وفلفل، والسر في معلقه السكر ومعلقه الخل. جربوها والله مش هتندموا. السكر بيخليها تكرمل وبتستوي بسرعه جدا، وبيساعد في تسويتها مع الخل. وحطيت شوية بابريكا، شوية مرقة صغيرة، وكان عندي معلقة كبيرة من بهارات الشاورما الجاهزة حطيتها. تمام. هميكس بقى كله كويس كويس قوي 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 مع بعض. وجربوها يا بنات بالطريقة دي والله هتعجبكم جدا وزي بتاعت بره بالظبط. كان ناقصها بس الفحماية فقط لا غير، ان انا احط لها فحمايه كده تخليها طعمها خطير زي اللي احنا بناكلها بره كده على الجريل. تحسيها فيها حته تشويحه كده مختلفه. هنا بقى بصلايه، فلفلايه رومي عايزه حامي براحتك، طماطميتين، وهنا دول كانوا عيدين كزبره على بقدونس اللي موجودين عندي. هنا بوريكم ان الحته اللي تحت دي يا بنات بتشال في الفلفل. انا هقطع الخضار اللي عندي حسب الترتيب اللي هنزله ايه على البفتق على الشاورما، وانا ايه بحطه. فاهمين انا قصدي ايه؟ فهقطع الفلفل الاول وهكذا، يعني الترتيب وهوريكم انا هعمل ايه. زي كده يعني الفلفل، وبعد كده هنزل البصل بالطماطم والخضره مره واحده مع بعض. خلصت بقى قطعت الخضار اللي عندي، ابتدي اعمل ايه؟ الطحينه. انا بنات ما بحطش الطحينه بعد ما بعمل الساندوتش عليها، انا بحط الطحينه في اخر خطوه خالص وانا بطفي على الشاورما. بتخليها جوسي كده وشاربه من كل حاجه. طبعا الطحينه يعني عمليه الطحينه عملناها مع بعض قبل كده. دول حوالي 3 معالق طحينه. حطيت عليهم عصره ليمونه، معلقه توم مش حباها ممكن تستغني عنها براحتك، وشويه ميه دافيه، ميه من الحنفيه زي ما انت عايزه. بتميكسي في الاول هتحسيها خفيفه، بعد كده الطحينه بتتقل معاكي وانت بتضربي. تمام. بهاراتنا ملح وفلفل، شويه كزبره، شويه كمون، اللي هي التوابل الطبيعية جدا العادية بتاعة الطحين. طبعا النسبة حسب بقى الملح يعني حسب ما انت حابة. يعني حطيت ذرة صغيرة من كل حاجة، يعني معلقة صغيرة جدا من كل حاجة، عشان انا بظبط الملح. انا ما حطيتش ملح تاني لان الشاورما انا ملحاها، وديت انا هنزلها على على الشاورما وانا بعملها، فما تبقاش الدنيا حادقة. فاهميني؟ بصوا بقى، شاورما اللحمة عايزة ليا، مش هنضحك على بعض، ليا عشان تبقى طعمها خطير او دوش. انا كان عندي اللي هو السيله بتاع اللي ده اللي انا اصلا كنت مسيحاه، فعشان يدي طعم ونكهته تطلع حطيت له معلقتين سمنه بلدي محترمين. سخنوا كويس قوي وغير لونه، ابتدي بقى انزل بالشاورما. التركايه يا بنات ما تنزليش بالشاورما كلها الكميه اللي عندك مره واحده. ننزل يعني بص انا هنا بوريكم انا مقسمه الطاسه 3 تلات كده اهو. نزلت باول تلت، اتشمع وخد الصدمه. انا ما بقلبش، انا بفكك الشاورما من بعض. يا رب يكون واضح ليكم. انزل بالتلت التاني. انتوا فاهمين انا عملت ايه؟ وما جيتش جنبيها ولا قلبت، اسيبها لغايه لما تتشمع كلها من تحت وتاخد لون عشان ما تنزلش ميتها. بصوا، ما نزلتش نقطه ميه، وفي نفس الوقت اتشمعت من الاتجاه اللي انا منزله عليه. ابتدي بقى اقلب في الخطوه دي. طبعا اللحمه بتاخد سوا عن الفراخ، يعني شاورما الفراخ التقلبتين دول خلاص بتكون استوت. انما اللحمه هتستقسقلها ميه شويه بشويه. ما تحطيش الميه مره واحده عشان ما تقلبش معاكي بلحمه مسلوقه، يبقى طعمها كانها لحمه مسلوقه. هتحطي لها الميه شربتها لسه ما استوتش، هتزودي لها بقى ميه كمان وهكذا. هنا خلاص انا حطيت لها تقريبا حوالي 3 مرات وكانت خلاص ما شاء الله استوت، او مرتين مش فاكره بصراحه. انزل بقى بالفلفل الرومي وهنزل عليه بشويه ميه، لان انا عايزه الفلفل مستوي. انما الخضار اللي عايزاه زي ما هو بقرشته وبنكهته، الطماطم والبصل والخضره. هنا نزلت عشان انا عايزه الفلفل مستوي. حابه انتي جرشه الفلفل ما تحطيش الميه. هنا بقى نزلت ببقيه الخضار زي ما انتم شايفين. هقلب كله كله كله، وهوريكم الخطوه الجايه ايه. اهم حاجه صلاه على النبي، ولا لسه صلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو مش مشتركة اشتركي، فعلي زرار الجرس، وحطي لايك وشيري لاصحابك ولحبايبك. هنا الطحينة انا نزلتها، دي اخر خطوة. انا هنا يا بنات كنت موطية جدا، ممكن تطفي
وبعد كده تعملي الخطوه دي. بس انا وطيت عشان انا عايزاها تتغلغل كده في الشاورما زي ما انتم شايفين. عذرا طبعا بقى يعني على الطرطشه اللي حصلت في البوتاجاز، بس يعني ما كانش ينفع اقفل عليها عشان اللحمه ما تشدش ما تقدتش وشت. هنا بقى ده العيش السوري، بيتباع عند اي حد بتاع يعني فطاطري الحاجات ديت، بيتباع. ممكن بعيش التورتيلا نعمله في البيت زي ما انا ما عملته لكم قبل كده في فيديو قبل كده. حطيت شويه كاتشب، الشاورما، مايونيز، ممكن اي صوصات بقى انت حباها، ممكن تحطي طحينه تاني، ممكن تحطي شويه جبنه، يعني ميكس جبن، جبنه موتزاريلا، ميكس جبن اللي انت عايزاه. احنا حبينا ناكلها كده من غير ميكس جبن ومن غير اي حاجه. دي طريقه تانية ان انت تفتحي وتخلي الساندوتش عريض، ودي صراحه الطريقه احسن عشان مش هيتقطع منك، لان العيش السوري بيبقى رقيق قوي مع الحشوات وكده بيتهربد. فدي احسن ان انت بتلمي وبتبقى عندك مساحه انك تلمي الساندوتش على بعضه. تمام زي ما انتم شايفين، اظن يعني الفيديو شارح نفسه. بس كده اخلص الكميه اللي عندي وهوريكم هنعمل ايه. دوت هنا الساندوتش ميكر او التوستر. ما عندكيش طاسه، اي طاسه بقى، جريل، طاسه عاديه هتحطيها تحطي الساندوتش يعني في الطاسه وتنزلي ايه يعني اللهم صل على النبي، باي معلقه يعني صلب او حاجه تدوسي عليها، او باي حاجه تقيله هتتحمص وتاخد قرمشه بس كده. اهم حاجه تنزليها على الجزء اللي انت لافه عليه المفتوح عشان يقفش معاكي فيمسك الساندوتش. فاهمين انا قصدي ايه؟ بس هنا كان الساندوتشات، بصوا ما شاء الله 6 ساندوتشات بنص كيلو لحمه. بره الساندوتش دوت معدي ال 130 جنيه، والله طعمه خطير وتحفه. جربوه بطريقتي وما تنسوش تقولوا ايه رايكم، ولا تزعلوا لايك ولا اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.